قسنطينة أو مدينة الجسور المعلقة في الشرق الجزائري لا تزال متمسكة بفنونها وعاداتها القديمة. تزخر المنطقة بموروث ثقافي عمره مئات السنين. الجندورة لا تزال تمثل هوية النساء هنا، فهي الزي التقليدي الذي ترتديه المرأة القسنطينية ويميزها عن غيرها. طرزها بالخيط الذهبي أو الفضي الذي يعرف بالمجبود أو الفتلة لا يزال مصدرا للمتعة. ورغم التأثيرات التي تعاقبت على المدينة، إلا أن الجندورة القسنطينية دائما حاضرة وفي جميع المناسبات. أي دار من أي عائلة من العائلات العريقة الموجودة في قسنطينة كان التروسو، يعني اللباس تاع العروس كله تقريبا كل اللباس يشغل بالبيت. الشيء اللي جعل أن هذيك مهنة التطريز كمثال مهنة الخياطة كانت متوارثة. الطرز بالفتلة أو المجبود تقليد متوارث منذ القدم، حيث تميزت الجندورة القسنطينية بتفصيلاتها الخاصة، إذ يتم اختيار رسم نموذجي ثم يوضع فوق جلد مدبوغ، ويتم بعد ذلك نقش الرسم على الجلد بواسطة البرد، ويلصق بعدها بواسطة غراء. ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي عملية الطرز بخيط الفتلة أو المجبود، لتكون بذلك القطعة جاهزة للتفصيل النهائي. بعد ما نخلصوا مدة مرحلة الفريضة نجوزوا لمرحلة التلصاق اللي كنا رانا نشوفوا فيها قبل، كما كنت راني قاعد ندير. من بعد ما نخلصوا المرحلة تاع التلصاق نعقبوا المرحلة تاع التغريز كما كنت ندير قدامكم مع الطفل الكبير. بعد ما تخلص المرحلة تاع التطريز نعقبوها باش نخيطوها. لا تستغني عروس قسنطينة عن الجندورة في ليلة عمرها، وتحرص على ارتدائها في كل المناسبات العائلية المختلفة. ورغم غلاء سعرها، إلا أن العديد من العائلات القسنطينية تحرص على امتلاكها، فيما يتفنن صانعوها في تقديم الجديد والمميز مع الحفاظ على روح الجندورة القديمة. تبقى الجبة أو الجندورة القسنطينية عنوانا ودليلا لتميز المرأة في هذه المنطقة بهذا اللباس الملكي الذي استطاعت الحفاظ عليه عبر مئات السنين. جمال علي، سكاي نيوز عربية من مدينة قسنطينة شرق الجزائر.